اهلا بيكم. طبعا احنا اتعودنا ان احنا نعمل افكار جديدة وتكون بسيطة، اهم حاجة انها تكون بسيطة وسهلة. النهاردة لو احنا جبنا الشوكولاتة وسيحناها بالمنظر ده وجبنا شوية سوداني وفرمناهم، وابسط حاجة هجيب موزة واحطها في الستيك بتاعة الايس كريم وابتدي اغطسها في الشوكولاتة واجمدها، هبص الاقي عندنا حاجة اشبه بالميجا او الستيك او الكونو او الحاجات اللي احنا بنشتريها جاهزة. الفكرة التانية، لو انا جبت الرقاق وابتديت اسقيه باللبن، بس يا ريت ما يكونش الرقاق رقيق قوي زي اللي هي حطاه ده لانه ممكن يتكسر او يطرى زيادة عن اللزوم. هبتدي اسقيه في صينية كبيرة واكسره. بعد كده اهو كل طبقة والتانية احط بينهم لبن، تمام اهوت لغاية لما املى الصينية كلها، وابتدي ارش عليها مكسرات او سوداني وارجع اكمل تاني كأنها دي الحشوة بتاعتها، وارجع اكمل تاني. ممكن انتي تحطي جوز هند، ممكن تحبي القرفة، يعني زي ما انتي عايزة. طبعا كل واحد وبيبقى له حاجة معينة بيحبها يزودها او افتكاسات او كده. في الاخر خالص هي جابت زي ما تقولوا فراولة وفستق للتزيين، وابتدت تطلعها بهذا المنظر الجميل وشكلها مشهي واكيد طعمها حلو قوي. الفكرة اللي بعد كده برضو الفراولة، وده موسم الفراولة زي ما احنا قلنا. بتبتدي تشيل العنق بتاعها وتقطعها على 3 قطع، وبتجيب موز وتقطعه برضو بنفس الطريقة ترانشات كده، تحط الاتنين في علبة وتجمدهم في الفريزر. لو سابت العلبة دي لتاني يوم وابتدت ان هي تحطها في الكبة، بس مع الاعتبار ان الكبة ما تنكسرش مننا، احنا شايفين حتى برضو مش نافعة معاها انها تبقى سهلة يعني، فبتزود لها لبن وتبتدي انها تضربها، هيطلع لنا حاجة اشبه بالايس كريم. هنشوف كده. واو، ده ايس كريم حقيقي زي ما انتوا شايفين. هي بتبتدي انها تحطه في اي حاجة عندها، وبالبولة بتاعت ايس كريم وبسكوتة الكونو، وطلعت الشكل الجميل ده. فكرة حلوة، يا ريت يا ريت ننفذ الافكار البسيطة دي بدل ما نشتري حاجات من بره. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.